إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 3 من مايو عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان يوم العمال العالمي، منعطفات نضالية شائكة من أجل الحقوق والحريات، وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق 1 من مايو من كل عام. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. العمال يحتفلون بيومهم العالمي وسط إضرابات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بحماية حقوقهم بسبب التحديات الاقتصادية. إدارة الهجرة الأثيوبية تقول إنها تواجه صعوبات في اتخاذ إجراءات ضد الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية أو يحملون وثائق. وتقارير دولية تقول إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بنسبة 66%. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. احتفل العمال في العديد من البلدان بيوم العمال العالمي بما في ذلك فرنسا، وذلك من خلال الإضرابات وأعمال الشغب للمطالبة بحماية حقوقهم بسبب التحديات الاقتصادية. وفي إريتريا التي لا تحترم حقوق العمال يتم الاحتفال بيوم العمال العالمي من خلال استضافات المسيرات والمظاهرات الإسمية. وتنتهك إريتريا حرية العاملين تحت ستار الخدمة المدنية، وهو ما ينتهك قوانين العمال الدولية وحقوق العمال. وأغلب القوى العاملة في إريتريا تستغل في الأعمال المختلفة باسم الخدمة الوطنية، في حين أنه حتى العمال الذين يتقاضون أجورا رسمية لا يتمتعون بحقوق الضمان الاجتماعي، كما أنه لا يوجد في إريتريا ترقية للعاملين أو معاشات تقاعدية التي تعتبر الضمان الاجتماعي الأساسي للعمال في جميع أنحاء العالم، حيث إن المعاشات التقاعدية وغيرها من مزايا الضمان الاجتماعي، والتي كانت أيضا أحد الحقوق الرئيسية للعمال خلال الفترة الاستعمارية، لم تعد موضوعا للنقاش في إريتريا اليوم. ومن الشائع أن نجد المواطنين المسنين أو المجبرين عن التوقف عن العمل بسبب المرض وأسباب أخرى في مشكلة خطيرة، لأنه يتم تسريحهم دون أي معاش تقاعدي أو مزايا الضمان الاجتماعي الأخرى حتى لو كانوا قد عملوا لسنوات عديدة. هذا وتتعرض الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا، وهي الجهة التي ينبغي أن تدافع عن هذه الحقوق، للانتقاد لعدم قيامها بأي شيء لصالح العمال باستثناء الوكلاء السياسيين. قالت إدارة الهجرة والمواطنة الأثيوبية إنها تواجه صعوبة في اتخاذ إجراءات ضد الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية أو يحملون وثائق. وذكر الصحيفة ذا ريبورترز من أديس أبابا أن تقارير الأداء الصادر عن إدارة الهجرة للأشهر 9 الماضية أفادت بالفشل في اتخاذ إجراءات بشأن محاولة محاكمة المهاجرين غير الشرعيين، حيث تم إطلاق سراحهم بكفالة. هذا وكانت قوات الأمن الأثيوبية قد قامت في الأشهر الماضية باختطاف واعتقال مئات الإريتريين تحت ذريعة مهاجرين غير شرعيين. وبحسب تقرير الوزارة فإن هنالك حوالي 18,000 أجنبي ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية أو انتهت تصاريح إقاماتهم القانونية أو تأشيراتهم ويحملون وثائق. واتهمت الوزارة الأجانب
باستغلال النظام التنظيمي الضعيف في أثيوبيا لدخول البلاد لأسباب مختلفة وعدم تجديد تصاريح إقاماتهم. تجدر الإشارة أنه في الوقت الحالي يدخل عدد كبير من الإريتريين إلى أديس أبابا بشكل قانوني لتلقي العلاج الطبي والاتصال بأسرهم في الخارج، لكن الكثير منهم لا يعودون. أفادت قناة سكاي نيوز نقلا عن مسؤولين من وكالة المخابرات الوطنية البريطانية بأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بنسبة 66%. وكشف المكتب الذي جمع البيانات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024 أن سفن الشحن المبحرة من وإلى الدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية تقوم بتحويل مساراتها عبر جنوب إفريقيا خوفا من الهجمات في البحر الأحمر. وتحث المنظمات الدولية التي تركز على الأمن البحري وسلامة الشحن السفن التجارية على تجنب أو اتخاذ الاحتياطات القصوى في البحر الأحمر. ومن غير المرجح أن يعود الأمن في البحر الأحمر إلى طبيعته في أي وقت قريب مع قيام الدول الأوروبية بسحب سفنها الحربية بعد أشهر من العمليات غير الناجحة في المياه البحرية. هذا وفشلت حتى الآن هجمات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في منع الحوثيين من مهاجمة السفن المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وفي الأشهر القليلة الماضية أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن. وتزداد الأعباء على شركات السفن التجارية التي تبحر عبر جنوب إفريقيا، مما يضطرها إلى زيادة التأمين أو السلامة وزيادة الطلب على الوقود، بالإضافة إلى طول المدة الزمنية للرحلة التي تصل إلى 14 يوما إضافيا. وتشير التحليلات أن الفشل في ضمان أمن البحر الأحمر قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية. وقال معهد الاقتصاد العالمي إن عدد السفن التي تمر بالبحر الأحمر تقلص حاليا إلى نحو 40 سفينة حاويات يوميا، بينما كان العدد العام الماضي يصل إلى 100 سفينة يوميا. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان يوم العمال العالمي، منعطفات نضالية شائكة من أجل الحقوق والحريات، وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. العمال هم المحرك الأساسي لضفة الاقتصاد في العالم، وإن صيانة حقوقهم والحفاظ على حريتهم هو السبيل إلى رقي كل بلد. فقد كانت للنضالات العمالية على مستوى العالم تحديات كبيرة إلى أن وصل العالم إلى ما هو عليه من تشريعات بخصوص حقوق العمال والقوانين المختلفة في عالم اليوم. يقول الدكتور سلام زعيتر، الباحث واستشاري العمل القانون التعاوني والعمل الاجتماعي والأهلي في منظمة التحرير الفلسطينية، في مقالة طويلة له نشرها معهد البحوث والدراسات العربية، يقول: شهدت الحركة العمالية العالمية منذ نشأتها في القرن التاسع عشر تطورات عدة، فقد مرت بالعديد من المراحل من النشاط الزراعي وحتى الثورة الصناعية وانتقال معظم المجتمعات الغربية إلى الصناعة، وقد صاحب ذلك التطور وسائل إنتاج حديثة واختراعات واكتشافات جعلت للطبقة العاملة دورا فعالا في عملية الإنتاج. وتزامن ذلك مع ظهور النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والذي سعى من أجل تغليب منافعه ومكاسبه المادية بشتى السبل وفق مبادئه ومصالح الطبقة الرأسمالية. وبموجب هذا المبدأ لا تتدخل الحكومات بين العمال وأرباب العمل، وتترك حرية التعاقد للطرفين وإرادتهما دون قيد أو تدخل أو رقابة. وهذا بدوره أدى إلى تسلط أرباب العمل على العمال، وإلى شروط عمل مجحفة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة، مما أدى إلى الاحتكاك والصدام والصراع على المصالح والحقوق بين العمال وأرباب العمل.
وظهرت في أوروبا أول مظاهر للتنظيمات النقابية، فكانت في بريطانيا أول الحركات العمالية سنة 1720، وتكونت الجماعات الأولى للعمال والحرفيين تحت تسمية الجمعيات، مثل جمعية الخياطين في لندن وجمعية عمال الصناعات الصوفية. وبرزت الاتحادات المهنية للمطالبة بحقوقهم أمام البرلمان لأول مرة في محاولة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الانتفاضات والمظاهرات والإضرابات العفوية والمتكررة. كما نتج عن هذه الانتفاضات والإضرابات والمظاهرات إنشاء تنظيمات نقابية تهتم بالدفاع عن مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم. وتزامن ذلك مع ظهور التعاونيات التي تسعى لتحسين الأجور في فرنسا، والتي امتد تأثيرها إلى ألمانيا، حيث بدأ عمال بعض الحرف بإقامة تنظيمات عمالية كانت على شكل نقابات، وبدأت الأشكال النقابية بالظهور. ولم تكن في الولايات المتحدة الأمريكية حركات عمالية بالمفهوم الحقيقي، وكانت بلدا زراعيا كبيرا بامتياز نظرا لاتساع أراضيها. وكان الصراع قائما بين شمال يتميز بالديمقراطية والنمو وجنوب عكس ذلك، فكانت الدعوات لتوحيد أمريكا وتحقيق العدالة، حتى قضية هايماركت في مصنع شيكاغو سنة 1886، وهو الإضراب الذي طالب فيه العمال في حركتهم الاحتجاجية بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات ورفع الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وحقق نجاحات شلت الحركة الاقتصادية، الأمر الذي لم يرق للسلطات وأصحاب العمل، فدفعوا الشرطة لإطلاق النار على المضربين. وراح ضحية هذه الاحتجاجات عدد من العمال، مما حول قضيتهم لقضية عالمية. وأحيا مؤتمر باريس الأول للأممية الاشتراكية سنة 1889 تخليدا لذكرى الضحايا من العمال، وأصبح الأول من مايو عيدا دوليا للعمال ومنبرا للإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية، ويوما كفاحيا للعمال والحركة النقابية والاجتماعية، وذلك لإبراز مطالبهم وإنجازاتهم. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان يوم العمال العالمي، منعطفات نضالية شائكة من أجل الحقوق والحريات، وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، والتي صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 من ديسمبر عام 1948 بموجب القرار رقم 217,000 بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة، وأن لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي. وقد توسعت الدول والمؤسسات في القانون العمالي لأنه يعتبر أحد الجوانب الرئيسية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في الشركات، فهو يهدف إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، بينما يوفر إطارا قانونيا لأصحاب العمل للامتثال والالتزام. وفيما يلي توضيح لأبرز حقوق العمال في الشركات والالتزامات القانونية لأصحاب العمل فيما يتعلق بالتوظيف والعقود والسلامة والصحة المهنية. فما هي حقوق العمال؟ أولا، تشمل حقوق العمال في الشركات عدة جوانب، بما في ذلك حق العمال في الحصول على أجر عادل ومنصف مقابل عملهم. ثانيا، حق العمال في ساعة العمل المناسبة والإجازات السنوية والإجازات الاستثنائية والعطلات الرسمية. ثالثا، حق العمال في الحماية من التمييز والمضايقة والتحرش في مكان العمل. رابعا،
حق العمال في الانضمام إلى نقابات العمال والتفاوض الجماعي على شروط العمل. خامساً، حق العمال في الحصول على تأمين صحي واجتماعي وتقاعد. ثانياً، التوظيف والعقود. تلتزم الشركات بالالتزام بعدة متطلبات قانونية في عملية التوظيف والعقود، وذلك مثل إجراء عملية التوظيف بشفافية وعدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المتقدمين. كذلك توفير عقود عمل مكتوبة وواضحة للعمل تحتوي على تفاصيل الشروط والمزايا والحقوق والواجبات، وأيضا احترام الحد الأدنى للأجور المحدد قانونيا من قبل الحكومة وتوفير المزايا القانونية المطلوبة. ثالثا، السلامة والصحة المهنية. تعتبر سلامة وصحة العمال أحد الجوانب الحيوية في القانون العمالي. بعض الالتزامات القانونية لأصحاب العمل تتضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتحديد المخاطر واتخاذ التدابير الواجبة للحد منها، وتقديم التدريبات اللازمة للعمال بشأن السلامة والصحة المهنية، واستخدام المعدات الواقية. أيضا توفير إجراءات للتعامل مع حوادث العمل والتقارير المطلوبة للسلطات المختصة. رابعا، مكافحة التمييز والتحرش. تلتزم الشركات بمكافحة التمييز والتحرش في مكان العمل، وبعض الالتزامات القانونية تشمل عدم التمييز في التوظيف أو تعيين العمال بناء على أصلهم أو جنسهم أو ديانتهم أو أي خصائص أخرى محمية قانونيا. توفير سياسات وإجراءات ضد التحرش الجنسي والتحرش المعنوي، وتشجيع العمال على الإبلاغ عن أي حالات تحرش واتخاذ الإجراءات اللازمة. وباختصار، يلعب القانون العمالي دورا حاسما في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقاتهم بأصحاب العمل في الشركات، ويتطلب من أصحاب العمل الالتزام بالتشريعات والقوانين المتعلقة بالتوظيف والعقود والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعمال. ومن المهم أن يكون العمال على دراية بحقوقهم والالتزامات القانونية لأصحاب العمل لضمان حقوقهم وسلامتهم. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان يوم العمال العالمي، منعطفات نضالية شائكة من أجل الحقوق والحريات، وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق 1 من مايو من كل عام. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. وحول ظروف نشأة الحركة النقابية العمالية الإريترية ومراحل تطورها، يقول الباحث والنقاب الإريتري المناضل محمد خليفة في بحث مطول: الحديث عن الحركة النقابية العمالية الإريترية لا يكتمل ولا يمكن التطرق إليه منفصلا عن الحركة الوطنية في مجملها. لهذا لا بد من تناول الوضع الذي كان سائدا في إريتريا منذ تكوينها كمستعمرة إيطالية في عام 1890، حين أصدر ملك إيطاليا أمبرتو الأول مرسوما ملكيا بتأسيس مستعمرة إريتريا المعروفة بحدودها الدولية الحالية. شهدت البلاد في تلك الحقبة من الاحتلال الإيطالي تطورا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا كبلاد موحدة، ولأول مرة في تاريخها تخضع لإدارة واحدة هي الإدارة الإيطالية. وقد كان لتلك الفترة الأثر الكبير في التكوين المزاجي الجمعي والوجدان النفسي للشعب الإريتري، وفي وضع أسس البنيات الاقتصادية والاجتماعية. وأسهمت القوة العمالية الإريترية آنذاك في تطور ونهضة المنشآت الصناعية والزراعية المختلفة، وقدرت أعداد العاملين في الشركات المختلفة التي بلغت نحو 30 شركة، بما لا يقل عن 4,000 عامل إريتري بشكل دائم التشغيل، وأكثر من 6,000 عامل إريتري موسمي التشغيل. بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، أصبحت البلاد تحت الإدارة البريطانية في عام 1941، حيث عمدت الإدارة البريطانية منذ الوهلة الأولى إلى خنق الاقتصاد الإريتري وتدميره بحجة واهية وغير منطقية،
الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة الشعب الإريتري وخاصة الطبقة العمالية، وأصبح المواطنون يعيشون ضنك الحياة في ظل الاحتلال البريطاني، وأخذت البطالة والكساد تعم البلاد، وبدأت الحركة السياسية الوطنية تظهر في الأفق في كل أرجاء البلاد وتطالب باستقلالها. وكان للطبقة العاملة دور ومساهمة كبيرة ومقدرة يعتز الوطن ويفخر بها، ومن ثم تبلور الوعي النقابي للطبقة العمالية الإريترية، وبدأت رويدا تنتشر في البلاد الدعوات لإقامة وإنشاء نقابات عمالية تدافع عن حقوق العمال الإريتريين أمام أرباب العمل الذين كان معظمهم من الأجانب وخاصة الإيطاليين. وفي عام 1948 تقدم عمال مصنع ميلوتي للبيرة في أول بادرة بطلب رسمي للسلطات البريطانية للسماح للترخيص لهم بتأسيس نقابة خاصة بهم، ولكن السلطات البريطانية رفضت هذا الطلب خوفا من أن يتبلور وينتشر الوعي النقابي ويشكل دعامة أساسية ومتينة للحركة السياسية النشطة للمطالبة باستقلال إريتريا. إلا أن هذا الرفض لم يمنع العمال الإريتريين من تأسيس نقاباتهم وتشكيلاتهم بشكل سري، وقد انصهرت الطبقة العاملة الإريترية وسط الحركة الوطنية الإريترية، وانصبت مجهوداتها مع الأحزاب السياسية المنادية باستقلال إريتريا إلى أن توجت هذه النضالات الوطنية والنقابية بالتأسيس الأول للاتحاد العام لعمال إريتريا في 7 ديسمبر عام 1952، وذلك وفقا للمادة 33 من الدستور الفيدرالي بين أثيوبيا وإريتريا، والذي كان يسمح بإنشاء اتحاد لعمال إريتريا لضمان مصالح العمال الإريتريين وحمايتهم من جشع واستغلال الشركات الاحتكارية وأرباب العمل. غير أن قوانين الإمبراطور الأثيوبي هيلي سلاسي البوليسية القمعية التي لم تكن تعترف للمواطن الأثيوبي بأبسط الحقوق الإنسانية، لهذا لم يكن واردا أن تسمح لإريتريا وهي تحت نفوذها وسيطرتها أن تنشئ اتحادات عمالية يمكن أن تصبح مصدر عدوى فيطالب العمال الأثيوبيين بحقوق مماثلة. لهذا طبقت سلطات الإمبراطور الأثيوبي قوانينها المتخلفة على إريتريا، وأمرت بإلغاء اتحاد عمال إريتريا، وفرضت الحظر على نشاطه تمهيدا لإلغاء الاتحاد الفيدرالي تدريجيا وضم إريتريا إلى أثيوبيا في عام 1962 لتصبح إريتريا واحدة من المحافظات الأثيوبية. هذا وقد شارك العمال الإريتريين مع بقية قطاعات الشعب الأخرى في كل المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها البلاد، وخاصة في بداية العام 1958 حيث شهدت إريتريا مظاهرات عمالية وطلابية ضخمة تطالب باستقلال إريتريا عن أثيوبيا. واستشهد في هذه المظاهرات برصاص الجيش الأثيوبي أكثر من 80 عاملا إريتريا بالإضافة إلى بعض الطلاب، ووصل عدد العمال المعتقلين في سجون أثيوبيا خلال شهر مارس من العام 1958 أكثر من 400 عامل. كما شردت أثيوبيا العمال الإريتريين إلى الدول المجاورة وخاصة إلى السودان بعد أن قامت سلطات الاحتلال القمعية بسرقة معظم المصانع الإريترية وتحويل آلاتها ومعداتها الإنتاجية إلى داخل أثيوبيا، كما عملت على إغلاق ما تبقى منها بالبلاد لإفقار العاملين الإريتريين وتشريدهم وتجويعهم بهدف إخضاعهم، بعد أن مارست على المواطنين كل سياسات التنكيل والتعذيب الجسدي والاغتيال السياسي وأبشع أنواع الإرهاب. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان يوم العمال العالمي، منعطفات نضالية شائكة من أجل الحقوق والحريات، وذلك تزامنا مع يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وكرد فعل طبيعي وموضوعي لهذه الظروف الاستعمارية ولدت جبهة التحرير الإريترية بالقاهرة من جوف هذه المعاناة، وأطلق الشهيد حامد إدريس عواته الرصاصة الأولى في الأول من سبتمبر عام 1961 مفجرا بذلك الكفاح المسلح وسيلة لتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الإريترية المستقلة.
ووجدت الجبهة كل التأييد والمساندة من كافة قطاعات الشعب، وخاصة العمال الذين سرعان ما رفضوها بالرجال والمال، لأنها جاءت تعبيرا عن آمالهم وطموحاتهم وأحلامهم في الحرية والاستقلال الوطني. وكان للطبقة العاملة الإريترية الإسهام الكبير والدور العظيم في استمرارية الثورة وصيانتها وضمان تصاعدها لتعم ربوع بلادنا، حتى جاء انعقاد المؤتمر الوطني لجبهة التحرير الإريترية في الريف المحرر في الفترة من 14 من أكتوبر إلى 12 من نوفمبر عام 1971، حيث كان من ضمن قراراته تنظيم جماهير العمال والفلاحين والمرأة والطلاب. وبالرغم من أن هذه المنظمات الجماهيرية مسؤولة أمام قيادة جبهة التحرير الإريترية، إلا أن لها الحق في وضع برامجها المستقلة عن طريق عقد مؤتمراتها الخاصة واختيار قياداتها. وفي 5 من سبتمبر عام 1973 عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لعمال إريتريا في الأراضي المحررة، وبحضور الكثير من الوفود العمالية في الداخل والخارج، وذلك تحقيقا وتجسيدا لحلم وأشواق وطموح ظل يراود العمال الإريتريين منذ فترة ليست بالقصيرة. وقد تم انتخاب المناضل الشهيد علي عثمان حنطي رئيسا للاتحاد العام لعمال إريتريا حتى تاريخ استشهاده في 3 من مايو عام 1975، وهو يؤدي واجبه الوطني في التحضير للمؤتمر الوطني الثاني لجبهة التحرير الإريترية. ويعتبر اتحاد عمال إريتريا عضوا أصيلا في أكثر من 13 نقابة عمالية ومهنية عربية، وأيضا عضوا مراقبا في منظمة العمل العربية. وبعد الاستقلال قامت الحكومة الإريترية المؤقتة بتأسيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا التي تضم عدة نقابات عمالية، وهي عضو في عدة نقابات عمالية إقليمية ودولية مثل اتحاد نقابات وسط وشرق إفريقيا. كما أن قانون العمل الإريتري ينص على كل الحقوق الأساسية للعمال، إلا أن النظام الذي عطل الدستور علق قانون العمل فعليا وألجم كل الأفواه وحطم القيود والحريات، وتعطلت عجلة التنمية، وأصبحت كل المؤسسات والمشاريع الزراعية والشركات معطلة، وأصبح العمال والفلاحين والشباب بين جنود في الخدمة العسكرية المستمرة بحجة الدفاع عن السيادة الوطنية، وبأجر زهيد شهري لا يكاد يتجاوز مصروف اليوم الواحد، فضلا عن العمل في بيئة وظروف غير إنسانية ولساعات طويلة. وأصبح الكثير منهم مشردين خارج الحدود في مناطق اللجوء ودول الشتات هربا من جحيم واقعهم المر. ولا يسعنا إلا أن نقول: عاش نضال الطبقة العمالية الإريترية، وعاش نضال الطبقات العمالية العالمية. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. العمال يحتفلون بيومهم العالمي وسط إضرابات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بحماية حقوقهم بسبب التحديات الاقتصادية. إدارة الهجرة الأثيوبية تقول إنها تواجه صعوبة في اتخاذ إجراءات ضد الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة قانونية أو يحملون وثائق. وتقارير دولية تقول إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بنسبة 66%. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.